بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض باميه، دقيقه باميه كده، بس بطعم بقى بجد. كل اللي هياكلها من ايديكم هيقولك تسلم ايدك، هتحسي فيها بطعم مختلف وفيها تكات شويه جديده. فتابعوها بقى، تابعوا الحلقه الاخر. بنجيب الحله، بنخلي الحله سخنه قوي، دي اهم حاجه، وبحط فيها معلقه من السمنه. بعد كده بجيب البامية بقى اللي انا مقمعاها وغسلاها وسبتها تتصفى شوية كده لغاية ما نزلت كل المية اللي فيها. انا عايزاها ناشفة، مش عايزاها فيها مية كتير. ببتدي بقى اشوح البامية بتاعتي. وانا بشوحها هضيف لها التوابل بتاعتها. التوابل بقى هي توابل تقليدية خالص، اللي هي الكمون والكزبرة والفلفل الاسود، وكمون وكزبرة وفلفل اسود وملح، بس مش اكتر من كده، لان دي اكلة شرقية، فهنحط لها توابل شرقية. هنحط بقى التوابل عليها، وبعد كده هسيبها بقى تتشوح شوية على النار، حوالي مثلا ربع ساعة كده، لحد ما يبتدي اللون بتاعها يعني يغير حاجة بسيطة. بعد كده باجي بقى اضيف لها البصل المكعبات، وافضل برضو اقلب لغاية ما البصل مش هياخد لون، بس برضو يبتدي يدبل كده، واحس ان هو يعني بدأ يستوي مع البامية. بعد كده زي ما انتم شايفين هو اخد لون بسيط قوي مع التوابل ومع البامية برضو بدأ لونها يغير. بعد كده بقى باجي بحط لها معلقة كبيرة من الصلصة اللي هي معجون الطماطم. والصلصة زي ما قلت لكم قبل كده لازم تتقلب على النار شوية، علشان فيها مواد حافظة، والمواد حافظة دي بتطير لما بنقلبها على النار، فبتطلع المزازة اللي في الصلصة دي بتتشالي يعني لما بنقلبها على النار شوية. باجي بقى بعد كده بروح حاطه عصير الطماطم اللي احنا عاملينه، وخلاص كده البامية بتاعتي اول مرحلة فيها خلصت. لسه في مرحلة تاني هنحطها بقى، تسيبها على النار، نوطي عليها قوي. احنا عايزين بقى نار هادية قوي، نوطي عليها قوي ونسيبها لحد ما تبتدي تبقى يعني ايه، داخلة على التسبيكة زي كده. هي اتسبكت بس نشفت الى حد ما، يعني تقلت، الصوص بتاعها تقل. باجي بقى بعد كده انا عندي بنحب نحط فيها قرون فلفل، بيستوي معاها كده وبيتاكل مع البامية، بيبقى طعمه خطير بصراحة. لو انتم مش حابين طبعا خلاص الغوا الفكرة دي. بس بعد كده بقى باجي بحط لها الشوربة بتاعتي، اللي هي شوربة بقى فراخ او لحمة زي ما احنا عايزين، الموجود عندنا. بس طبعا البامية كل ما بتبقى شوربتها دسمة بتبقى احلى. يعني لو عندك شوربة لحمة ضاني او هتعمليها على لحمة ضاني بتبقى احلى طبعا. بس كده خلاص بسيبها بقى تغلي شوية. باجي بقى في طاسة تانية بعمل طشة زي طشة الملوخية بالظبط، توم وسمنة وكزبرة، بس مش اكتر، زي طشة الملوخية بالظبط. وباجي بقى بعد ما بتحمر معايا او بتاخد لون ذهبي كده، بروح ضيفاها على البامية، بطش البامية بطشة الملوخية بحطها عليها. دي الخطوة دي بقى بتدي ريحة حلوة قوي للبامية، وبتديها طعم كده مختلف. بنقلب بقى الطشة دي، وبعد كده بنغطي الغطا بتاعنا ونسيبها طبعا عشان الريحة تبقى فيها. بسيبها بقى خلاص كده، البامية بتاعتي خلصت. بصوا بقى القوام بتاعها والتسبيكة بقى بتاعتها، عايزة اقول لكم كانت رهيبة. طبعا لو حابين تحطوا فيها لحمة ماشي، بس انا بحب احمر اللحمة جنبها، يعني عندي مش بيحبوا اللحمة في الصوص قوي. بس ونحط بقى معاها القرن الفلفل ده، ومع بقى رغيف عيش كده والليمون او رز ابيض، حكاية. بجد لازم تجربوها بالطريقة دي، هتطلع معاكم حلوة قوي. ولو كنتوا بقى وصلتوا لحد هنا متنسوش اللايك واشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد، واشوفكم على خير ان شاء الله.